السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسأل عن نبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبنا، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة فيديو لذيذ وفيديو سريع وفيديو مهم جدا يعني، فلازم تكمل الفيديو لأن عشان خاطر تاخد الفايدة الكاملة. وآخر دقيقة في الفيديو ده هي أهم دقيقة في الفيديو ده حرفيا. بسم الله على رسول الله، وجهز كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا. دايما كده الثقة بالنفس هي من أهم عوامل النجاح ومن أهم السلالم أو الدرجات بتاعت نجاحك اللي لازم تكون موجودة عشان خاطر تنجح. هي الثقة بالنفس حرفيا لو مش موجودة أنت عمرك ما هتنجح، لأن مهما كان سعيك كتير أو قدراتك كويسة بس دايما أنت شايف نقص في نفسك إنك أنت مش قد الحاجة دي أو مش قد النجاح ده، فبالتالي عمرك ما هتنجح طالما أنت مش واثق في نفسك إنك هتحققها. حد يقول لي يا محمد في حاجه اسمها الثقه بالله، انت كفرت ولا ايه؟ لا والله والعياذ بالله. كمل الفيديو للاخر عشان انا قلت لك كمل الفيديو للاخر. لو ما كملتش الفيديو للاخر هتحس ان محمد. مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن ازاي تخلي ده مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن ازاي تكون واثق في نفسك وازاي تزود ثقتك في نفسك، احب اقول لك على حاجه بسيطه جدا. الثقه بالنفس مش حاجه بتتولد بيها زي جلدك ووشك ورجليك ودراعاتك، لا خالص. الثقه بالنفس دي مهاره مكتسبه. حد يقول لي مهاره مكتسبه ازاي؟ احنا كان عندنا زميلنا في ابتدائي عيل حوت، عيل ما شاء الله ازل كده واثق في نفسه. ازاي كان واثق في نفسه في ابتدائي لسه ما لا اتعلم يعني ايه مهاره؟ عايز اقول لك ان ديت، احب اقول لك يا صديقي ان هو اكتسب ثقته بنفسه برضه مكتسبها، يعني الثقه بالنفس كده كده مكتسبه، بس هو اكتسبها من طريقه تربيته وطريقه معامله الناس معاه في البيت او في المدرسه. يعني مثلا في البيت مش اي غلطه او مش اي تصرف منه دايما لو في سنه غلط بيتحاسب عليه ويتعاقب، فبالتالي لو هو جه مثلا يتصرف في حاجه بعد كده بيبقى خايف جدا جدا ان هو يتصرف التصرف اللي هو مش عارف هو صح ولا غلط، لعل وعسى يطلع غلط فيعاقب عليه، فيبقى في الاخر جاب الهم لنفسه، فيبطل يفكر اصلا او يبطل هو ياخد قرارات ويكون عنده شجاعه انه ياخد قرارات، فبالتالي ثقته بنفسه بتقل. انما اللي هتلاقيه واثق في نفسه ده اعرف ان هم في البيت او اسرته كانت بتربيه تربيه تخليه ازاي يكون واثق في نفسه وثقته بنفسه تكون عاليه. برضه طالما الثقه بالنفس مكتسبه يبقى احنا هنحاول ان احنا نكتسبها حتى لو احنا ما اكتسبناهاش من الطفوله. اول حاجه عشان تزود ثقتك بنفسك وهي اعرف الحاجه اللي هي مقلله اصلا ثقتك في نفسك وابدا اشتغل عليها عشان خاطر تخليها نقطه ايجاب عندك. زي ايه مثلا؟ لو انا مثلا دلوقتي في الدرس انا مش طالب شاطر، تمام؟ فانا لما بدخل في مجموعه كلها طلاب شاطرين او كلها طلاب متفوقين دايما تبقى ثقتي في نفسي قليله. لو المستر سال سؤال وواحد مثلا زميلي دحيح جاوب وانا عندي اجابه ثانيه قد تكون ان انا متاكد 100% انها صح، بس عشان خاطر زميلي الدحيح جاوب اجابه ثانيه فانا شكيت في اجابتي. ده ايه؟ ده ناتج عن ايه؟ ناتج ان انت مستواك مش افضل حاجه. طب اعمل ايه؟ اشتغل على مستواي، اذاكر اكتر عشان خاطر اكون من افضل الناس اللي في دفعتي، عشان خاطر بعد كده لما اتحط في منافسه مع حد اكون واثق ان انا ان شاء الله ليا فرصه ان انا اكسب. انما لو انا حاسس ان اللي هو قدامي ده اعلى مني عمري ما هفكر ان انا هكسبه. ليه؟ لان هو اعلى مني وانا حاطط في مخيلتي ان هو اعلى مني. كذلك مثلا لو انا جسمي او شكلي هو اللي بيخليني ان انا ما عنديش ثقه في نفسي، لو انا مثلا نحيف جسديا جدا او تخين جدا ابدا اشوف الاسباب اللي تخليني ان انا لو نحيف مثلا ايه الحاجات اللي تخليني ازيد في الوزن او تخليني ازيد في الحجم. الاكل والرياضه، خلاص يبقى العب اكل ورياضه، انزل جيم، اتمرن اي رياضه من الرياضات القتاليه، اي حاجه، المهم ان انا اتصرف بحيث ان انا اغير شكلي. مفيش حاجه اسمها جينات، انا اعرف ناس جيناتها صفر وبعد كده بقوا ناس كويسين واشتغلوا على نفسهم. مهما كانت الجينات بتفرق طبعا، لو انت مثلا جيناتك كويسه غير الجينات اللي هو تعبانه خالص، ولكن برضو تقدر انت تتغلب على الحته دي. طب انا مثلا تخين عايز اشتغل على الموضوع ده، ابدا اعمل دايت، ابدا ان انا ما ادخلش سكر في جسمي، ما اشربش حاجه بسكر خالص، يعني مثلا القهوه بشرب من غير سكر بس في حاجات ثانيه بشربها بسكر يعني، بس اهي جنب بنصيبها يعني. تمام. تاني حاجه وهي اطلع من دور الضحيه، بمعنى مش كل حاجه مثلا او كل فشل في حياتك لازم يكون مسؤول عنه البيئه اللي حواليك. طب انت فين دورك؟ ما هو انت اللي هتنجح، انت اللي عايز تنجح صح؟ يبقى انت المفروض انت اللي تبادر، انت اللي تبدا تشتغل، انت اللي تتحرك، مش تستنى لما البيئه اللي حواليك تحركك، مش تستنى لما الاوضه تكون نظيفه والمكتب يكون نظيف والدنيا تكون كويسه والمود يكون كويس واكل كويس وشارب كويس وكوبايه القهوه متحضره ومش عارف ايه عشان خاطر ابدا او مذاكر. لا حضرتك انت اللي ظبط الاجواء. الدنيا حواليك مش نظيفه مثلا، نظف انت المكان اللي حواليك، نظف مكتبك، جهز كتبك. مثلا المود بتاعك مش كويس ابتسم. يعني انا من ضمن الحاجات مثلا ممكن اكون بعملها لما احس ان انا متضايق مثلا ابتسم، حتى لو انا مفيش حاجه حواليا تدعو للابتسام اساسا بحاول ان انا ابتسم. ابتسامك في الاول هيجيب لك السعاده، انت مش بتضحك عشان خاطر انت سعيد، لا انت سعيد عشان انت بتضحك. تمام. فخلي عندك الفكره دي، فدايما ما تكونش انت في دور الضحيه. المدرسين بتوعي مش كويسين، شوف مدرس ثاني كويس. المدرسين بتوعي مش افضل حاجه، ما فيش عندنا في البلد ناس كويس، خلاص خش على الاونلاين. ما بعرفش اشتغل اونلاين، خش على اليوتيوب. طب اليوتيوب انا ما اعرفش مدرسين،
شوف مدرسين كتير، جرب ده وجرب ده، واسمع لده ساعتين واسمع لده ساعتين، وشوف ده هل ده كويس ولا لا، كمل معاه، مش كويس ما كملش معاه، حد انا لسه هجرب. ايوه ماشي، ما انت لو ما جربتش هتعرف تعمل ايه؟ ما انت يا هتجرب يا مش هتشتغل. هل هتجرب احسن ولا مش هتشتغل احسن؟ اكيد هتجرب احسن لحد ما توصل لمدرس كويس وتبدا بعد كده ان انت تكون كويس. تالت حاجه وهي بص لنفسك دايما بنظره احترام، وخلي عندك دايما ثقه في نفسك انك انت تقدر تنجح في اي حاجه انت بتخش فيها، سواء كانت كليه او سواء كانت ثانويه او سواء كان شغل او سواء كان جيم او سواء كان اي حاجه في حياتك انت بتدخل فيها. خلي عندك ثقه انك انت تقدر توصل لها، ودايما بص لنفسك بنظره احترام. اغلب الناس للاسف دايما بيبص لنفسه نظره قليله، ان هو عمره ما هيكون زي الناس دي، مستحيل. حتى لو اشتغلت على نفسي انا عمري ما هكون زيهم، ودايما يطلع مبررات لفشله. مثلا ايه؟ ده ابوه مثلا كذا، امه مثلا كذا، ده معاه واسطه، ده مش عارف ايه. طب ما هو مش كل الناس اللي بتوصل بوسايط، مش كل الناس مثلا اللي بتحقق حاجه كويسه او بتتعلم بيكون اهاليهم مثلا معاهم فلوس كتيره وبتاع والكلام ده وبيصرف عليه. لا، وارد جدا انك انت تلاقي، مش وارد جدا، الطبيعي والاغلب انك انت تلاقي ناس مثلا معدومه ماديا وناس كويسه. انت ما عندكوش مثلا ناس في البلد واحد ما حلتوش اللضا وعياله كلهم متعلمين. طب هو الراجل ده مثلا هل هو صرف عليهم ودخلهم جامعات خاصه او سفرهم بره والكلام ده؟ ولا سفرهم ولا راح ولا جم. هل الناس اللي انت هتعرفهم دول او الناس اللي هي حالتهم الماديه على قدها، هل هم بيذاكروا الاوضه بتاعتهم فيها مكيف وكان بيخش لهم الايس لاتيه والايس موكا على المكتب بتاع المذاكره والاسبريسو وبتاع؟ لا عادي، هو ممكن كان اخر كوبايه القهوه ده اقصى امكانياته، لو موجوده ولو مش موجوده ممكن يمشي نفسه بالشاي، ولو مش موجود الشاي مش مهم، هو كده هيقعد يذاكر. الفكره كلها ان هو كان بيشتغل وكان بيذاكر، ودايما كان كل اللي مترسخ في ذهنه ان هو يقدر يوصل للحاجه دي، وان اللي وصل لها هو مش احسن منك في حاجه. كل الفرق بينك وبينه ان هو اشتغل وانت مش عايز تشتغل، بس انت لو اشتغلت احتمال اصلا انك انت تكون احسن منه، مش مجرد بس انك تكون زيه. فرابع حاجه برضو ما تقارنش نفسك بحد، لان المقارنه والله العظيم انا نسيتها في فيديو لوحده الفيديو اللي فات، ان المقارنه اقسم بالله هي اكتر حاجه هتخليك دايما ثابت في مكانك. ليه؟ هتقارن نفسك بالكويس قوي فهتلاقي نفسك قليل فتحس ان انت عمرك ما هتوصل له فهتقعد مكانك. هتقارن نفسك بالوحش فهتحس انك انت احسن منه فهتقعد مكانك. خامس حاجه لازم تكون فاهم كويس جدا ان كل البدايات صعبه، بمعنى مثلا الماده اللي انت خايف منها ديت انت خايف منها عشان انت ما بداتهاش. طب لو بداتها صدقني والله العظيم 80% من الخوف هيروح. مع ان انت لو ذاكرت محاضره واحده بس، يعني انت مثلا خايف من العضويه، عايز يا عم تعالى اسمع مني اخوك، اسمع بس مقدمه العضويه. تمام؟ المقدمه اللي هي اصلا يعني اسهل من اسهل حاجه في العضويه. تمام؟ هتسمع كلام بسيط كده والسي اتش 4 وشويه حاجات هلسه ما لهاش لازمه، هتفهمهم في منت، هتخش تسمعهم هتحس ان انت خلاص العضويه بالنسبه لك بقت في جيبك، خلاص مع ان محاضره واحده بقت في جيبك. فخليك فاهم كويس جدا ان اصعب حاجه في اي حاجه انت بتشتغلها هي اول فتره ليك. اصعب اسبوع في الشغل هو اول اسبوع، اصعب اسبوع في الكليه هو اول اسبوع، اكتر اسبوع انت ما انتش فاهم في اي حاجه هو اول اسبوع، اكتر شهر هو وحش عليك في اي حاجه انت بتشتغلها هو اول شهر. اول حاجه في اي حاجه هي اصعب حاجه، بس لو تغلبت عليها واشتغلت على نفسك وما وقعتش في دور الضحيه وما قللتش ثقتك في نفسك وما قارنتش نفسك بحد، هتوصل باذن الله للحاجه اللي انت حاططها لنفسك. سادس حاجه وهي تقبل الفشل. تقبل انك انت ممكن تتصرف او تشتغل في حاجه وتنجح معاك وتفشل معاك، الفشل ده شيء طبيعي، والفشل الحقيقي هو فعلا اللي يحركك للنجاح اللي بجد. مفيش حد بينجح من اول مره الا اللي بتيجي معاه حظ، والحظ دايما لو جه معاك في مره مش هيجي معاك في كل مره. ما تفكرش ان اي حد دايما شغال في حياته بينجح بالحظ او ماشيه معاه، مفيش حاجه اسمها ماشيه معاه. في حاجه اسمها ممكن توفيق ربنا، بس توفيق ربنا ده بيجي بالسعي، ما بيجيش بالفراغ، ما بيجيش بواحد قاعد مكانه ويا رب اكرمني يا رب جوزني يا رب مفيش الكلام ده. لازم تشتغل وبعد كده ربنا هيكرمك. مفيش حاجه اسمها ان انا افضل قاعد مكاني واستنى الحاجه تجيلي واستنى المعلومات تجيلي واستنى الدرس يتشرح لي لوحده وافهم لوحدي. لا، لازم انت تروح المحاضره، انت اللي تروح العلم، انت اللي تروح له الشغل، انت اللي تنزل تشتغل. اخر حاجه بقى واهم حاجه، ودي اهم دي قلت لك عليها في الفيديو، بس قبل ما نتكلم نشرب شويه قهوه عشان خاطر القهوه بردت، وهي الثقه في الله. بص بقى، سيبك من كل اللي فات، يعني كل اللي فات قصاد العنصر ده بلح. تمام؟ الثقه في الله يعني هي دي اكتر حاجه حرفيا انا عن نفسي مخلاني ان انا مش بخاف من اي حاجه انا مثلا شغال فيها. يعني مثلا مش بخاف في الكليه. ليه مش بخاف في الكليه؟ لان انا مطلوب مني مثلا ان انا اتعلم. ليه اتعلم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فوانت مثلا، فانا مثلا وانا رايح الكليه انا فاهم ان الطريق اللي انا ماشي فيه ده هو طريق للجنه، هو طريق للكليه في نفس الوقت طريق للجنه. مهما كانت الحاجات الوحشه اللي بتقابلني فيه
فبرضه ده طريق للجنه. ما هو طبيعي انت مش توصل لحاجه كويسه الا لما تدوق الصعب اللي قدامها عشان خاطر توصل لها. دايما ببقى حاطط في دماغي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. مجلس العلم اللي انت بتبقى قاعد فيه حضرتك الملائكه بتكون حواليك، بتطوف حواليك وبتستغفر لك. فالحاجات دي كلها تخليك تتذاكر. ارجع مثلا للقران: بسم الله الرحمن الرحيم: وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. ثم يجزاه الجزاء الاوفى ده تاكيد، تمام، وده عطف جاي بعد السعي. يعني في الاول مهما كان لازم يكون في سعي في الاول، وده اللي بقول لك عليه، لازم يكون في سعي في الاول. الجزاء مش هيجي من غير سعي، عشان بس الناس اللي هي قاعده ومنتخه ومستنيه النتيجه تيجي، ويجي في الاخر يقول لك انا مظلوم، انا مش عارف الدنيا جايه عليا. لا حبيب قلبي، حبيب قلبي، انت لازم تذاكر الاول عشان خاطر تلاقي مجهود، لازم تشتغل على نفسك عشان خاطر تلاقي نتيجه في الاخر. انما لو انت قاعد مستني ان الدنيا تتظبط لك لوحدها، فالدنيا مش تتظبط لك لوحدها. يعني عشان خاطر بس احنا تعبنا من الموضوع ده. اشتغل على نفسك عشان خاطر بعد كده تلاقي نتيجه، النتيجه مش هتجيلك من غير شغل. نص الفيديو في الحته دي. برضه نرجع للقران الكريم نلاقي: بسم الله الرحمن الرحيم: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فدايما اكون حاطط في دماغي ان انا مهما كان العمل اللي انا بعمله ده طالما كويس عمر ربنا ما هيضيعه. طب حد يقول لي ماشي، انا بتفرج عليك وانا في الكليه وكنت في ثانويه عامه وكنت فاحت نفسي حرفيا ومذاكره وبتاع، وبص عملت البدع وكنت بمشي على الحيطه وبتنطط على السقف وبمشي على ايديا وبعمل كل حاجه، وفي الاخر برضه ما وصلتش الكليه اللي انا كنت عايز اوصل لها. هل لان ده عمل ما كانش كويس؟ لا، عمل كان كويس. طب ليه ما وصلتش حاجه اللي انا كنت بدعي بيها والحاجه اللي انا كان نفسي فيها؟ ما هو ربنا قال لك: بسم الله الرحمن الرحيم، شويه قهوه بس الاول: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يعني انت بتدعي بحاجه شر انت مفكرها خير وبرضه مستعجل، ولكن هي في الاخر مش خير. ربنا قال لك: بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. سيدنا عمر بن الخطاب قال: لو عرضت الاقدار على ابن ادم. يعني ايه؟ يعني مثلا انت في ثانويه عامه، لو جبنا الاقدار كلها حطيناها قدامك، اللي هو قدر تدخل طب بشري، قدر تدخل طب اسنان، قدر تدخل صيدله، قدر تدخل علاج طبيعي، قدر تدخل مثلا شريعه وقانون، قدر تدخل مثلا حقوق، ايا كان الاقدار اللي قدامك كلها، لاختار القدر الذي اختاره الله لك. ليه؟ لان انت هتبص في كل الاقدار هتلاقي اخرهم سواد يا بلطيه زي ما بيقولوا، تمام؟ فهتلاقي اجمل قدر فيهم حتى وان كان في الاول مش كويس بالنسبه لك هو القدر اللي انت فيه دلوقتي، فهتختاره. فتيقن ان دايما ربنا بيعمل لك الحاجه اللي فيها الخير ليك. ربنا عمره ما هيجيب لك حاجه وحشه طول ما انت متوكل عليه وطول ما انت ظنك فيه خير. ربنا قال: بسم الله، ربنا قال في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فليظن عبدي ما يشاء. فخلي دايما عندك حسن ظن في ربنا، ان دايما كل اللي ربنا بيقول لك حاجه كويسه، وكل دايما ربنا بيقول لك هي حاجه حلوه ليك. مهما كان انت كان نفسك في ايه، الحاجه اللي ربنا اداها لك هي كويسه طالما انت عملت اللي عليك. فخلي عندك دايما ثقه في ربنا ان اي حاجه بتحصل لك في حياتك مهما كانت حلوه او وحشه فده برضه من اقدار ربنا ليك. ربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروه. فالحاجه الوحشه اللي انت شايفها وحشه، دكتور مثلا مستقصدك، فربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروه. مثلا مدرس طردك من الحصه، ولو شاء ربك ما فعلوه. فكل الحاجات دي كلها باقدار ربنا، بس دايما زي ما قلت لك ما تقعش في دور الضحيه، ودايما ظن في ربنا خير ان الحاجه دي كويسه وان دي افضل حاجه حصلت في المشوار اللي انت بتمشيه، مع انها حاجه وحشه بالنسبه لك، لا بس هي حاجه كويسه. ترجع لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فالحاجه الحلوه اللي بتجيلك ربنا كاتبها لك، الحاجه الوحشه اللي بتجيلك ربنا كاتبها عليك، تمام؟ يبقى كده خلصت الفيديو على السريع. اول حاجه اعرف الحاجات اللي بتقلل ثقتك في نفسك واشتغل عليها عشان خاطر تكون نقطه اجابه عندك. تاني حاجه وهي اطلع من دور الضحيه. تالت حاجه وهي بص لنفسك بنظره احترام ونظره ايجابيه، وثق في قدراتك انك انت ان شاء الله تقدر توصل للحاجه اللي انت حاططها لنفسك في الطريق اللي انت ماشي فيه. رابع حاجه وهي كل البدايات صعبه. خامس حاجه بطل تقارن نفسك بحد. سادس حاجه وهي تقبل الفشل. سابع حاجه وهي ثق في الله ان ربنا دايما هيكرمك، وان اي حاجه بتحصل في حياتك هي احلى حاجه بتحصل في حياتك. اخر حاجه وهي ثق في ربنا دايما، وخلي دايما ثقتك في ربنا هي اللي دي حرفيا اللي هتستمد ثقتك في نفسك منها. ثقتك في ربنا تيجي ازاي؟ من خلال علاقتك بالقران. كل ما تقعد مع القران اكتر كل ما هتثق في ربنا اكتر، وكل ما هتحس ان انت اي حاجه بتحصل في حياتك ليه
في سبب وفي دليل وفي مفهوم هتفهم انت الحاجه دي بتحصل في حياتك ليه من خلال قراءتك للقران الكريم. وبرضه اقرا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، اسمع للمشايخ، الناس دي كلها هتستفيد منها كتير جدا، وصدقني والله العظيم مش هتتغير للاحسن طول ما انت ما تبصش للحاجه اللي بتحصل لك بمنظور رباني او بمنظور حكمه ربنا. طول ما انت بتبص لها بمنظور دنيوي او بمنظور بشري والله العظيم هتتعب. طب انا مثلا ليه اشمعنى انا اللي اترفد؟ اشمعنى الناس كلها تترقى وانا ما اترقتش؟ اشمعنى الناس كلها خدت درجات وانا ما خدتش درجات؟ اشمعنى؟ بس هتيجي في الاخر برضه ترجع للقران الكريم تلاقي ولو شاء ربك ما فعلوه ان الله لا يضيع اجر المحسنين، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فدايما هتثق ان كل اللي بيحصل ده لحكمه انت ما تعرفهاش وانا ما اعرفهاش، ولكن ربنا العليم هو الوحيد اللي عارفها. بس كده اتمنى الفيديو يكون يعني ايه عجبكم. اخر حاجه كده قبل ما نختم الفيديو، يعني انا لا بستفيد ماديا من الفيديوهات ديت ولا بستفيد اي حاجه ولا اغتنينا ولا اي حاجه من الحاجات ديت، ما بستفيدش منها اي حاجه خالص غير لو انت دعيت لي دعوه حلوه، وبستفيد منها معنويا بان انت تكتب لي كومنت حلو او تكتب لي كومنت وحش عادي اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت برضه تعمل لايك اشتراك، الحاجات اللي هي اتعمل ديت يعني معنويا مش اكتر، هي مش هتفيدني ماديا اطلاقا، انت لا بتشوف اعلانات ولا انا مفعل ارباح ولا اي حاجه من الحاجات دي، تمام؟ الموضوع بس كله معنويا، الموضوع كله يشجعني ان انا اعمل لك فيديوهات اكتر، ما اطولش بالغيبه بتاعتي يعني. وان شاء الله الفيديوهات باذن الله اتمنى انها تكون فيديوهات مؤثره وانها تكون فيديوهات فعلا بتنفع وفيديوهات تكون جميله باذن الله. بس كده، بس صلى على النبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسف للاطاله، بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى تكونوا فعلا استفدتوا، وان شاء الله الفيديو اللي انا قلت لكم ده او الكلام اللي انا قلت لكم ده باذن الله يحدث اثر ايجابي او يحدث تغيير فرق في حياتكم باذن الله. ما تنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشوفكم على خير، سلام. ما تنسوناش من دعواتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.